ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كان عندي شوربه، رحت قلت اعمل فيها شويه كشك. من الكشك ده الصراحه انا بحبه وبعشقه. رحت جايبه الشوربه، صفيتها من الحبان والحاجات اللي فيها، ورحت حطها وحطيت فيها يجي نص كوبايه رز كده صغير، وبتاعت تتسلق. وبعدين جبت 3 بصلات كبار، واعملهم بقى للتقلية بتاعت تقلية الكشك. حطيت معلقة سمنة، وخرطت البصل، بس خرطته ايه يعني، حتت كبيرة كده مش حتت صغيرة. احمرها بقى واحط منها حبة على الكشك، وحبة اشيلهم متحمرين كده احطهم على الوش. الرز استوى، حطيت بقى كنت عندي نص كيلو لبن، رحت حاطاه عليه. البصل لسه متعملتش. كان عندي علبة زبادي كبيرة كده، خدت منها 3 معالق و4 معالق دقيق، بس مش مليانين قوي. ادي 4 معالق، 3 معالق زبادي. انا اول مرة احط له زبادي، انا بعمله كده من غير زبادي. وضربت ال4 معالق دقيق وحطيتهم عليه. انا حطيت له بقى معلقة تقلية عشان خاطر كانت التقلية خلاص، البصلة كانت خلاص احمرت. وهنا حطيت بقى الخليط اللي انا كنت عاملاه دوت عشان يربط. الله اكبر، الله اعظم، لا ازاي الدوام لله. رجعنا بعد الاذان، حطيت بقى السمنه من البصل، حمر فيها البصل. بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والشير، والله شويه كشك كانوا زي العسل، عسل. كان عامل كرمشه زي الرز بلبن. عرفوا بقى، واحطه في الاطباق، واحط عليه واحط عليه بقى التقليه. كده خلاص خلص، يعتبر كده خلاص. نغرفه بقى. هنا بقى عرفت، حطيت الصينية، حطيت عليها الاطباق، وبسم الله ما شاء الله كان جميل. والف هنا والشفا على قلوبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. وصفة جميلة وسهلة ومتعملت مفيش. ومع ألف مليون سلامة. تنسونيش بقى في اللايك والشير. يلا مع السلامة.